الكنتور مؤقتا لحد ما اجي وحدة تشبه القديمة. انتو تشوفون مو نفس الحجم، اتمنى ما تنكسر هاي هم. تعال احطها هنا فوق الكرسي. لاحظ اقدر اسوي تطريزة ثانية اخليها هنا. تصير كيوت يعني، بس ممكن ممكن نسوي غير الموديل في يوم من الايام شوية تغيير. وهاي الاستيكرات وقت قاعدين نشيلهن يعني صار كلش هواي. احس انه هيج صار تغيير للغرفة. اريد الرفوف هاي امسحها واغير، يعني اشيل من عندها الاشياء، يعني هاي اريد اشيلهن. والله ما تدور. حبايب باعوا صوتي من ايام الأربعين واني متمرضة. اليوم يلا شوي صحصحت، فحنسوي تنظيفة للغرفة لأن حرفيا صار يومي منظفتها بسبب مرضي. فحنصور هذا الفيديو وان شاء الله وراها ارتب مقاطع اللي باقية. لأن هذا الفلوج كان اصلا لقطات يعني متقشرة، يعني مو يوم واحد. فهسه تعالوا ننظف الغرفة. استلمت كل شي ما اريده يكون على مثل ميز. رتبت ضمت كل شي بمكاناتها. هذا فرغته حطيت بس هذني الشغلات. الشرباية عليها كان هدوم كلهن حطيت نظيفات رجعتهن للكنتور. فهسه حنقعد ننظف، نشيل الأتربة من الرفوف وبعدين ننظف الأرضية ونمسحها. فاي هاي تنظيفة ما بعد المرض. فيلا بينا. بلش بيه هو الرفوف، حشيل كل شي وابدي انظفها. الأتربة بهاي بعدين نمسح بالمنظف.
أبي أضيف قطع الأثاث. أنا أريد هسه أخلي أشياء كلش قليلة، يعني أكرف قطعة واحدة، لأنه إن شاء الله إني يبدي الدوام. الميز مالتي القطع اللي حاطتهم كلهن أشيلهن، اللي أحبه يكون فارغ بفترة الدراسة فأخليهن هنا. فهي هيك الترتيبة إن شاء الله. بس أول شي أحط هذا، طبعا هاي جاني من صديقتي هدية، كلش أحبها لأنه لونهم حلو ومالته الرسمة. أنا كل مرة أقول لسه أغير هالصورة ما غيرها، بس هاي ما أعرف شلون أغسلها وأطلع لونها الأبيض، هم أخذ الإتراب، ما أعرف شلون أغسلها صراحة. هنا فوق العطر أنا كلش حابتها، حخليها ما حشيلها. وصلنا على الشمع نفس العنوان، يعني شي بسيط جدا جدا، جدا بسيط وجدا حلو. بس العطور شوف شلون هذول حيخلصن، فأحط لي بس واحد بعدين. خليني نحطها هنا، هنا كيوت. جلد هاي دا اشوف شنو جواها، لقيت حب باراستول. خلاص بس ننظف الأرضية بعد. أول شي نشيل كل شي. كلهن حشيلهن، امسح المراية وراها، اكنس، يلا ارجعهن. هني الكتب اللي عندي صديقتي جابت يالي، قالت لي انه اقراهن، يعني مالتها الكتب، وكنت اريد اسوي وياكم تحدي مال قراءة الكتب، فحرفيا حتخلص العطلة وانا بعدني ما قاريتهن. فشو رايكم هذا الشهر نسوي تحدي قراءة ونقرا كل الكتب اللي جابت يالي صديقتي؟ اكتبوا لي جو اذا حابين نسوي فيديو.感謝の言葉が届いているよ。だね。はっ。もったいないお言葉です。志村に向かい、一刻も早く事態。気の夜明け団が来てくださるとは。普段の冒険じゃなく。知らん。状況の確認を。جوي. الشهرين كنت لحد الحين قاعد اتجرب الموضوع، بس راح اقول لكم